قرأت قبل قليل منشور للشيخ وعد حكمة الطلال، جزاه الله تعالى خير الجزاء على هذا المنشور. يناشد فيه أبناء العشائر وأبناء عشيرته الملاحمة الدليم الأصلاء خاصة، ويقول لهم إنه قضية البذخ والموائد الكبيرة في ولائم العزاء إنها ليست بصحيحة، وأننا يجب علينا أن نقتدي بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال اصنعوا لآل جعفر طعام، وقال هذه الأموال التي تبذخ في هذه المناسبات الأولى أن تحول إلى المحتاجون من أبناء هذه العشيرة أو غيرها. هذا الكلام هو عين الصواب وهو عين العقل، ونحن نحتاج في هذا الزمان إلى هكذا شيوخ للعشائر يتكلمون كلمة الحق ويقتربون من الشرع، لا يكونون بعيدين عن شرع الله سبحانه وتعالى وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. في المقابل نرى هنالك بعض الأشخاص يحولون من المصيبة، وهي مصيبة بحد ذاتها، يموت أبوه أو أخوه أو عمه أو خاله أو ابن عمه، يحول هذه مجلس العزاء أو ما نسميها نحن الفاتحة، هاي الفاتحة يحولها إلى مكان لاستعراض العضلات. أقصد أي عضلات؟ عضلات الأموال. عندما يقدم صياني كبيرة جدا أم العراوي شهرها 4 مدري 5 أو 6، وعلى الصينية الواحدة ذبيحة كاملة أو أكثر أو أقل، طيب هذا استعراض للأموال، يعني أنت تستعرض أنه أنت غني ثري، هذا تكبر على خلق الله بغير حق. ماذا يفعل الفقير إذا ما مات أبوه أو أخوه أو عمه؟ لا يستطيع أن يستعرض هذه العضلات ويستعرض هذه الصياني الكذابة التي للدنيا كما تستعرضها أنت، لا يستطيع أن يفعل هذا. وبالتالي أنت عندما تذهب إلى عزاء وتجد إنهم يضعون طعاما أقل من الطعام الذي تضعه أنت، أو أقل من الطعام الذي رأيت أنت عمك أو ابن عمك أو ابن قبيلتك قد وضعه، ستعيب على أهل هذا مجلس العزاء. وهؤلاء المساكين الفقراء إذا ما مات عندهم ميتا فإنهم أكبر من مصيبة هذا الميت، يحملون هم العيب من الناس. ماذا يقدمون؟ ماذا يضعون للناس؟ فيضطرون إلى الذهاب واقتراض الأموال، وربما لا يجدون من يقرضهم، فيقعون بمصيبة أكبر من مصيبة الموت وفقد الأحبة وفراق الأحبة الذين هم فيه. فإذن هذه عادات وتقاليد هي موروثة من الجاهلية أولا، وهي بعيدة كل البعد عن الإسلام، وبعيدة عن الأخلاق، وبعيدة عن الآداب، وبعيدة عن كل هذه المسائل وكل هذه الأشياء. ثم الذين يقدمون صياني كبيرة جدا وعليها ذبائح فخمة جدا، نقول لهم من أين لكم هذا؟ من أين لكم هذا؟ ليس الكل ثريا، من أين لكم هذا؟ نرى بأن علاقتكم بالسياسيين والحرامية مال البلد علاقة رصينة جدا، الكل يعرف الذين أصبحوا أثرياء ما بعد العام 2003 كيف أصبحوا أثرياء، والكل يعرف من تمشيخ ما بعد 2003 ولم يكن لا أبوه ولا جده ولا جد جده شيخا. وإحنا تكلمت في فيديو عن بعض الشيوخ اللي قلنا إحنا كنا شيوخ التسعينات نسميهم شيوخ التسعينات، ما حد معترف فيهم. شيوخ الثمانينات شوية كل ناس يعترفوا بهم. النوب الشيوخ ما بعد 2003 تريد أحد يعترف فيهم، شيوخ ما بعد الاحتلال. والله هذا الكلام ليس عاما. يعني هنالك الآن من شيوخ العشائر حقيقة يفتخر بهم، حقيقة يفتخر بمواقفهم، يفتخر بكلماتهم، يفتخر بتوجيههم، مثل هذا الرجل الشيخ عندما يطلب من عشيرته ويطلب من العشائر الأخرى أن تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض لا والله ما يصلح، على قولة العرب ما يصلح تسرحه بعنزين، مو شيخ عنزين ما يصلح تسرحه بيهن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.